ازيكم؟ الفيديو ده اتطلب مني سواء على تيك توك او على الانستجرام او حتى ناس كانت بتبعتلي على الفيسبوك، بيبعتولي علشان عايزين يعرفوا ازاي بنشتغل فريلانس وبنعمل فلوس من الكتابة. في الفيديو ده انا عامله لكم سكريبت جميل باذن الله يعجبكم علشان اقدر اوضح لكم فيه عصاره خبرتي طول ال6 سنين اللي فاتوا وانا بتعلم الكتابه وبشتغل بيها. فبليز كيب واتشنج لو عايزين تستفادوا. طيب الاول لازم نعرف نفرق بين حاجتين مهمين جدا: الكتابه الابداعيه والكوبي رايتنج او كتابة الاعلانات. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، ومعظم الناس بتخلط بينهم وفاكرين ان الاتنين حاجة واحدة، وهم مش حاجة واحدة ولا حتى يقربوا لبعض. كل وجه التشابه بينهم ان ده بيتكتب وده بيتكتب. في الفيديو ده باذن الله هشرح عن الكتابة الابداعية. هنخلي الكوبي رايتنج في فيديو منفصل علشان اللي حابب يشتغل في المجال ده يشتغل واللي حابب يشتغل في المجال ده يشتغل. انا عن نفسي بشتغل في الاتنين، وهقول لكم كل حاجة اعرفها عن المجالين وازاي تجيبوا عملاء من كل مجال فيهم. الكتابة الابداعية بمنتهى البساطة هي سحر تحويل الحروف الجامدة لعوالم حية. يعني عمرك حسيت ان جواك عالم كامل من الصور والمشاعر بس مش عارف تعبر عنه بالكلام؟ او مثلا شفت مشهد في مسلسل او فيلم وقلت لنفسك انا كنت ممكن احكيه احسن من كده، او كنت ممكن اوصل الشعور بطريقة احسن من كده؟ لو ده حصل معاك فانت غالبا جواك بذرة كاتب ابداعي. وانا جاية النهاردة في فيديو افكلك شفرات الكتابة الابداعية واعرفك ازاي تطلع اول نص ليك من الفكرة للورقة بطريقة مختلفة تخطف بيها القلوب والعقول من اول كلمة. طيب الاول ايه هي الكتابة الابداعية اصلا؟ ببساطة كده الكتابة الابداعية هي الكتابة تتخطى تقنية نقل المعلومات المجردة. يعني مش هاجي كده اقولك المعلومة زي ما هي، لا ده نعبر عنها واديك الاحساس بتاعها واديك كل حاجة تخليك حاسس المعلومة اللي انا عايزة اوصلها لك، مش بس تعدي على مخك، دي تعدي على قلبك وتحس بيها. يعني لو جيت دلوقتي مثلا قلت لك الدنيا بتمطر، الجملة فيها حاجة، عرفتك ان الدنيا بتمطر، دي جملة مجردة تماما من اي مشاعر، ما فيهاش اي مشاعر، جملة واقفة على نقل المعلومة اللي انا عايزة اوصلها لك وهي ان الدنيا بتمطر. طيب انا عايزة بقى احولها لكتابة ابداعية بقى واحط فيها لمسات الكتابة الابداعية. ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول السماء تبكي على وداعنا بقطرات باردة تغسل شوارع المدينة. لما قلت جملة زي دي انا وصلت لك بيها ان الدنيا بتمطر، بس وصلتها ازاي؟ خليتها تلمس قلبك، خليتها تدخل مع حاجة تخلي مشاعرك تصحى معايا وتحس بيها. فدي كده كتابة ابداعية. الكتابة الابداعية بعيدة كل البعد عن الخبرية. يعني مش هتلاقيني بديك جملة كده بهدف ان انا بس عايزة اعرفك، انا عايزة اقولك الحاجة دي، لا ده انا عايزاك تحس بيها وتتعاطف معاها كمان سواء بالسلب او بالايجاب. طيب الكتابة الابداعية الجميلة دي ليها بقى اركان. يعني ايه اركان؟ يعني اجزاء. اول حاجة معانا في اركان الكتابة الابداعية الخيال. الخيال هو المحرك الاساسي والرئيس في الكتابة الابداعية. اوعى تخاف تروح لابعد نقطة في خيالك وانت بتكتب قصتك او روايتك او ايا كان الحاجة اللي انت بتكتبها. روح لابعد نقطة في خيالك علشان تاخد القارئ معاك توصله الاحساس اللي انت عايزه يوصله بالظبط. الخيال لا عليه قوانين ولا عليه فروض ولا عليه مخالفات. تخيل اي حاجة واكتبها، ملوش شروط. تاني ركن العاطفة هي الشعور اللي انا ككاتب عايز اوصله للقارئ او المشاهد لو السكريبت ده يتحول لفيديو. القارئ مش عايز يقرأ كلمات، هو عايز يحس احساس، سواء بالحزن او بالفرح او بالكره او بالسعادة، سواء الاحساس ده ايجابي او سلبي، كويس او مش كويس. هو عايز يحس مش عايز يقرا. لازم تخليه يشوف ويسمع ويحس ويشم، كل الحواس بتاعته تشتغل من خلال الكلمات بتاعتك اللي انت حاططها على الورق. وفي اخر الفيديو باذن الله هقول لكم تمارين اكتبوا عنها واكتبوا لي في الكومنتات كتبتوا ايه. هكون مبسوطه قوي لو عملتوا كده. هديكوا جمل جامده
زي السماء تمطر اللي انا لسه قايلها من شويه، وانتوا اكتبوا عبروا عنها بقى بالكتابه الابداعيه بالمعلومات اللي هقولها باذن الله لسه في بقيه الفيديو، واكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الانستا او على الفيس، هتلاقوا كل اللينكات موجوده في اللمحه بتاعه القناه دي على اليوتيوب. نصيحه من كل قلبي، اقرا كانك بتتنفس، اقرا 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 كتير. القرايه هي اللي بتعمل للكاتب مخزون لغوي يقدر من خلاله يكتب في الحاجات اللي هو عايز يكتب فيها ويعبر. لانك تقرا من هنا وتقرا من هنا، اقرا الكتاب كتير في كل المجالات، اي مجال، ده بيخلي عندك حاجه اسمها مخزون لغوي من غير ما تحس ومن غير ما تبقى قاصد تجمعه، بتجمعه غصب عنك وانت بتقرا، ودي حاجه بتعليك جدا بعدين، وبتخليك عندك وعي وادراك وخبره بالمشاعر وازاي بنعبر عنها، وبتكتسب مفردات كتير قوي تقدر ان انت تستخدمها بعد كده في الحاجات اللي هتكتبها باذن الله. ولابد تخصص كل يوم ولو 5 دقايق، يعني 5 دقايق والله كفايه، اكتب فيهم اي حاجه عن اي حاجه حواليك. لو مفيش حاجه في دماغك تكتب عنها، اكتب عن اي حاجه حواليك. ان شاء الله الشنطه، بص على الشنطه شوف ممكن تكتب ايه عن الشنطه، عن القلم، اي حاجه اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان الكاتب الشاطر جاسوس. جاسوس يعني ايه؟ يعني بيبص على الحاجات اللي حواليه كلها وعلى الناس وعلى اللي بيحصل في حياه الناس. طبعا لو وصلت له معلومات ما يروحش يتجسس عليهم عشان يعرف معلومات. قصه فلان، قصه فلانه، عارف كل ده، يعرف ازاي ممكن يعبر عنه في كتاباته، او حتى يستخدمها كتمارين. يعني انا مثلا عارف ان صحابي الاتنين دول حصل بينهم مثلا مشكله، اشوف انا ممكن اعبر عن المشكله دي ازاي لو هكتب عنها كده، حتى لو مش هنشر حاجه، حتى يعني بس يبقى كتمرين ليا وتدريب ليا على المواقف المختلفة، اشوف ازاي هقدر اعبر عن الموقف ده. راقب العالم، شوف حركات الناس، كلامهم، هدومهم، اليفط اللي في الشارع، اغصان الشجرة وهي بتتهز، كل دي بتكون ماتيريال جاهزة ليك من الطبيعة ومن العالم علشان تساعدك وتلهمك في الكتابة. ويوم ورا يوم ومرة في مرة هتلاقي نفسك بتطلع احسن ما عندك. هقول لكم بقى تقنية جميلة قوي 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 انا بستخدمها على طول. ما تقوليش وريني، هي اسمها كده، اسمها show don't tell. show don't tell، وريني ما تقوليش. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحكي لي موقف في كتابتك ما تقوليش حصل كذا، وريني، انا عايز كأني واقف وشايف ايه اللي كان بيحصل. يعني مثلا ما تقوليش، يعني انت دلوقتي عندنا بنت خايفة، ما تقوليش البنت كانت خايفة، انا عايزه اشوف وانا بقرا البنت وهي خايفه، اشوفها من خلال الكلام اللي انت كاتبه. اوصف لي الحاله اللي كانت فيها اللي انت عرفت من خلالها انها خايفه. يعني قول لي مثلا كانت ايديها بترتعش وصوتها بيرتجف. انا لما اشوف الحاجات دي انا احس ان البنت قدامي وهتخيلها وهي ايديها بترتعش وهسمع صوتها وهو مرتجف كاني شايفاها. لكن ما تدينيش جمله خبريه تقول لي البنت كانت خايفه، دي مش كتابة إبداعية. خليني أتخيل مشاعر البنت من غير ما أنت تنطق لي كلمة مجردة تعبر عنها. أنا عايزة كلام يوصل الإحساس ليا ويخليني أتخيل الحالة اللي هي كانت فيها كأني شايفاها قدامي بالظبط. اهتم بالتفاصيل، أدق 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 التفاصيل. الكاتب الشاطر فعلا هو اللي بياخد باله من ذكر كل تفصيلة قد كده، من أول الحركة الرئيسية للجسم لحد لمعة عين الشخص وهو بيضحك. يعني لو بيضحك كده قول لي، وهو بيضحك ومبسوط قول لي لمعت عيناه، قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. طيب يعني وصل لي ادق التفاصيل. سامعين الصوت ده؟ صوت احتكاك الورقة بالقلم، اكتبهولي كله. حاول تدخلني في قلب المشهد على قد ما تقدر كأني موجودة جواه وشايفاه. نيجي بقى لأهم نقطة، بس أنا كنت لازم أقول الكلام اللي قبل ده كله قبل ما أقولها علشان تبقوا في الصورة وفاهمين الدنيا. هيكل النص الإبداعي.
النص الابداعي مكوناته ايه وبيتبني ازاي. اي نص ابداعي سواء كان قصة او مقال او رواية او ايا كان اللي هتكتبه لازم يتبع مسار يخلي المشاهد او القارئ يكمل لحد الاخر. المسار ده عبارة عن هيكل ليه 3 اركان: البداية او المقدمة، والوسط او الصراع، والنهاية اللي هي الحل. البداية بعرفك فيها احنا فين ومين الشخصيات اللي معانا في القصة. ببدأ القصة زي مثلا ما تلاقوا في مسلسل اول لقطة كده في معظم المسلسلات تلاقي الأسرة ملمومة على السفرة بتفطر، اللي رايح المدرسة واللي رايحة الجامعة واللي نازلين الشغل واللي مش عارف ايه، ودايما بيبقى في حد مستعجل بياخد لقمة كده وينزل يجري على السريع. ده اول مشهد انا بعرفك فيه الناس وبعرفك احنا فين، بيتنا عامل ازاي، ساكنين في فيلا ولا ساكنين في منطقة شعبية، قاعدين فين بالظبط، بنعمل ايه، بنشتغل ايه، احنا مين. كل ده بنعرفه في البداية. الجزء التاني الوسط او الصراع. دايما في اي مسلسل او فيلم بتتفرج عليه بيكون في مشكلة بنسعى لحلها، مجرم بندور عليه، كل المسلسل بيدور عليه، مشكلة بين اي 2 في المسلسل، اي حاجة. وده في الروايات كمان، يعني ما هو المسلسل قبل ما يتصور بيبقى في الاول ليه سكريبت والفيلم بيبقى ليه سيناريو، فبيبقى نص ابداعي. بعد كده بيتحول لايه، لفيديو. فالنص ده هو بيتكتب لازم يكون فيه مشكلة تشد فضول الناس اللي بتتفرج او اللي بتقرا علشان يكمل. انا عايزه يكمل، انا عامل كل الشغل ده علشان هو يكمله. انا ببيع له، انا ببيع للمشاهد. فهو لو ما كملش انا هخسر حاجات كتير. ممكن اخسر ان يتقال عليا مش كاتب شاطر، اخسر فلوس كانت ممكن تجيلي لو هو كمل الفيديو او كمل المسلسل او ايا كان اللي هو هيعمله. يعني هو لو ما كملش انا كده فشلت في البيعة اللي انا ببيعها له. فلازم يكون فيه وسط صراع اجذب بيه كل اللي بيقرا او اللي بيتفرج بحيث يفضل لحد اخر لحظة مكمل. وده انا بعتمد فيه على حاجة اسمها كليف هانجر، اللي هو الحاجة اللي انا بقطع عليها الحدث لحد ما اكمله. يعني مثلا اللقطة الاخيرة من الحلقة، مثلا اي حلقة هيبقى ايه، لازم كل حلقة تنتهي على حاجة مشوقة تخليه عاوز يشوف الحلقة اللي بعدها دلوقتي، عايز يشوفها دلوقتي، مش قادر يستنى لحد ما الحلقة الجديدة تنزل. دي حاجة انا لازم اعتمد عليها. ولو مش هبقى عاملة مسلسل او حاجة متسلسلة، حاجة هتتقال كلها في وقت واحد، اخلي الكليف هانجر بتاعي في الوقت اللي انا هسكت فيه عن المعلومة وهديك حاجة تانية، فانت هتكمل علشان ايه، علشان تعرف الحتة اللي انا قلت لك هقولها لك في الاخر، او اللي انا قلت لك ايه هكملها لك بعد شوية. فكل ده حاجات لازم اعتمد عليها كويس واخلي المشاهد ينجذب ليا بكل حواسه. واحاول دايما ان انا افتح حلقات وما اقفلهاش بحيث الفيديو يلف معايا، يكون المشاهد طول الوقت مستني يعرف حاجة انا قلت له ان انا هعرفها له. وما ينفعش اقفل الفيديو قبل ما اعرفه كل حاجة وعدته ان انا هعرفه بيها، علشان ما اخسرش مصداقيتي عنده وثقته فيا. تالت حاجة النهاية او الحل. هنا بقى في النهاية او الحل انا بنهي الصراع اللي بدأته، بنهي بقى بحل للمشكلة، بدرس مستفاد، او حتى نهاية مفتوحة تخلي المشاهد يفكر في النهاية اللي هو عايزها او النهاية اللي هترضي رغبته. حاجة مهمة قوي قوي بقى، لازم نكون عارفين كويس احنا بنكتب عن مين. يعني لو انا مثلا بكتب عن دكتورة وانا معرفش حاجة عن الدكاترة ولا عن حياة الدكاترة ولا بيعملوا ايه في يومهم ولا في حياتهم، اروح ابحث وادور عن حياة الدكتور بتبقى عاملة ازاي، واتعلم المصطلحات الطبية اللي الدكتور ده هيستخدمها في القصة بتاعتي. اصل انا مش هخليه دكتور بدماغي انا هو لازم يبقى دكتور بدماغ دكتور اتصرف. لازم على الورق بتاعي كل شخصية تكون زي الشخصية الحقيقية. يعني لو مثلا انا دلوقتي عايزة اكتب عن دكتور، ممكن انزل مستشفى او عيادة واشوف الدكاترة هناك بتتعامل ازاي وبتقول ايه. لو مش حابة اعمل كده،
الكتب مليانة، مسلسلات، اتفرج على مسلسلات كان فيها دكاترة، اقرا عن الدكاترة، اشوف فيديوهات لدكاترة. المهم اجمع اكتر عدد ممكن من المعلومات اللي هحتاجها عشان الشخصية تطلع بتتكلم بلسان الدكاترة. اصل ما ينفعش الشخصية تتكلم بلساني انا لو خليت الشخصية تتكلم بلساني انا كده كاتب فاشل. لازم الشخصية تتكلم بلسان الفئة بتاعتها، مش بلسان الكاتب ابدا. خليك دايما مستعد انك هتعدل النص بتاعك حتى لو 10 مرات. اكتب درافت اولى ودرافت تانية ودرافت تالتة، وزي ما تعدل عدل، لو هتعدل 100 مرة المهم في الاخر يطلع بصورة انت راضي عنها. افتكر في مرة بعت رواية لدار نشر بس قلت لهم ما تطبعهاش دلوقتي. والله العظيم ان انا كنت كل يوم بخش ابعت لهم درافت جديدة، ابعت درافت جديدة لحد ما استقر على اخر حاجة. خلاص انا دلوقتي شايفة ان مفيش حاجة عايزة اعدلها خلاص. فلازم نعدل، التعديل لازم، لانك كل مرة كل شوية هيجي في دماغك حاجات جديدة، كل شوية هيجي في دماغك حاجات جديدة تكون انت مثلا عايز تزودها، حاجات عايز تعدلها، شايف انك كروتها كان ممكن تقولها بطريقة احسن. كل ده وارد، فلازم تتقبل ان انت هتعدل، يعني هتعدل. عايزه اقول لكم ان الكتابه هي حجر الاساس لاي مشروع ناجح، سواء كان فيديو، سواء كان كتاب، سواء كان مسلسل، سواء كان ايا كان الحاجه. الكتابه هي حجر الاساس لنجاحها او فشلها. خلوني بقى دلوقتي اقول لكم التحديات اللي انا عايزاكم تعملوها وتكتبوها في الكومنتات. عايزه جمله ابداعيه اوصفوا لي فيها المفاتيح، مفاتيح وكوبايه قهوه وقلم. ده بالنسبه للحاجات العشوائيه اللي ممكن تقولوا عنها اي حاجه وتعبروا عنها باللي انتوا عايزينه. عايزه اقول لكم بقى جمل خبريه ما فيهاش اي مشاعر، عبروا لي عنها بطريقه ابداعيه فيها مشاعر، زي ما انا قلت لكم خلوني احسها وانا بقراها بكل حواسي، كاني موجوده في قلب المشهد. كانت تجلس وحدها كل ليله امام النافذه، لقد نسيت صوته، احتفظت برسائله القديمة رغم الألم، شعرت أن الجميع خذلها في اللحظة نفسها. اكتبوا لي عن الجمل دي كتابة إبداعية بالتقنيات اللي أنا شرحتها لكم في الفيديو. حابين تشاركوها معايا أتمنى، مش حابين براحتكم، بس انا اهم حاجة عندي ان انتوا تكتبوا وتطلعوا المشاعر اللي جواكم وتفهموها كويس، وتخلوا الورقة نفسها اللي انتوا بتكتبوا عليها تحس الكلام اللي انتوا بتكتبوه. في النهاية الكتابة الابداعية مش موهبة سحرية بتنزل على ناس معينة وناس لا، هي عضلة محتاجة تمرين وتدريب. المهم انك تبدأ وتمسح وتعيد وتكمل لحد ما تلاقي صوتك الخاص اللي بيميزك واللي تكون راضي عنه. اكتبوا لي ايه اكتر نوع كتابة ابداعية بتحبوه وحابين تبدأوا بايه بالظبط. طيب نجيب بقى شغل للكتابة الابداعية منين وازاي اقدر اقنع العميل بيه؟ انا دلوقتي هنفترض يعني ان انا من 5-6 سنين ما عنديش اي حاجة في الكتابة الابداعية. هروح للعميل اقول له شغلني؟ طب ما هو ما شافش شغلي، هيعرف منين؟ طب ما انا ما اشتغلتش مع حد قبله، برضو اجيب له منين؟ شفتوا كل اللي انا شرحته ده؟ اعملوا بيه حاجات محدش طلبها، انتوا اللي اكتبوها وحطوها في ملف، يبقى ده سابقة الاعمال بتاعتكم. صحيح محدش طلبها وصحيح محدش عملها، بس انتوا هتعملوها لنفسكم عشان تقدموا بيها على الشغل اللي انتوا هتقدموا عليه. ايوه، اجيب الشغل ده بقى منين؟ دي الحتة اللي انا عايزة اقولها. انا اول مرة جبت شغل في الكتابة كان من على الفيسبوك، جروبات الفريلانس مالية الفيسبوك. اكتب بس كده فريلانس وشوف كمية الجروبات اللي هتطلع لك. في جروب اسمه عبر بالمحتوى، ده جميل جدا وبينزل فيه فرص كتير هايلة. في جروب اسمه فريلانس العرب، ده برضو تحفة. في جروبات كتير، مش لازم ان انت تدخل تشوف مين اللي سايب طلب توظيف وعشان تخش تكلمه. اكتب انت نفسك بوست بتعرف فيه عن نفسك وعن الحاجات اللي انت بتقدمها، الخدمة اللي بتقدمها، وهم هيخشوا يكلموك لو احتاجوا. ساعتها يبعت لهم الفايل اللي عندك اللي انت عملته للشغل بتاعك. طيب ممكن نلاقي عملاء فين تاني عشان نشتغل معاهم؟ على منصات العمل الحر زي مستقل، زي خمسات، وهم دول اللي انا بنصح بيهم. في مواقع تانية اجنبية بس الشغل عليها محتاج ان انت
تشترك في باقات علشان تعرف اصلا تجيب عملاء وتقدم على وظيفة ويا تتقبل فيها يا ما تتقبلش. يعني انت اصلا بتبقى محتاج تدفع عشان تقدم على الوظيفة دي او على الخدمة او على المهمة دي. انا بصراحة ما بنصحش باي مواقع اجنبية، وبراحتكم يعني، انا بقول عن نفسي اي مواقع اجنبية بالنسبة لي مش حلو. على فكرة حتى المواقع العربية فيها خطط مدفوعة، بس برضو فيها خطط مجانية، يعني انت تقدر تشتغل بالمجاني على قدك يعني عادي. لكن في مواقع بره انت لازم تدفع، يعني ما ينفعش تشتغل من غير ما تدفع. مجازفة، يعني ممكن انت تحط فلوس وفي الاخر ما تشتغلش الشغل ده، لان انك تجيب عميل دي مش حاجة سهلة على منصات العمل الحر. ده بتبقوا كتير جدا مقدمين على نفس الوظيفة وعلى نفس المهمة، وصاحب المهمة اللي طالبها هو اللي بينقي. فتخيل انت تدفع عشان تقدم على الوظيفة وفي الاخر ما تروح لحد تاني. فالحاجات دي بالنسبة للناس اللي لسه في الاول بتتمرن مش مضمونة. ده رأيي. شوفوا انتوا ايه اللي تحبوا تعملوه واعملوه. دي طرق تقدموا بيها على الخدمة دي علشان تقدموها. ممكن تجيبوا عملاء من اي مكان، ممكن تنزلوا في شركات صناعة محتوى. اشتغلت قبل كده في شركات كتير لصناعة المحتوى ريموتلي من قلب البيت. بس لو انت عندك امكانية تنزل انزل عادي، يعني عايز تشتغل من البيت اشتغل من البيت، عايز تنزل انزل عادي، يعني كله متاح. ودلوقتي لان المستقبل في صناعة المحتوى، ففي ناس كتير بقت تفتح شركات لصناعة المحتوى وتجيب ناس تشغلهم وتاخد عليهم عمولة، يعني يبقوا وسيط بين اللي عايز الخدمة واللي بيقدم الخدمة. لو مثلا هي ب500، لو مثلا انت هتاخد 500، هو هيقول للعميل 600، ياخد 100 ويديك ال500 بتوعك. دي حاجة بقت منتشرة دلوقتي وتقدر توصل لها بسهولة لو عندك المهارة اللي فعلا هتخليهم يقبلوك، وانت هتعمل كده انا واثقة فيك. تلاقيهم فين؟ دور على الفيس، دور على زي ما قلت لك منصات العمل الحر، على التيك توك، على اي حاجة، وهتلاقي بيبقى ليهم صفحات في كل حتة وبيبقوا معروفين. وحتى ممكن تسأل الذكاء الاصطناعي تقول له قول لي اسماء اجنسيز او شركات بتشتغل في المجال اللي انت عايزه، هو هيطلع لك اسماء. شوف انت ايه اللي عايز تشتغل معاه، او لو هتنزل ايه اللي في نطاق المكان بتاعك واشتغل بيه. ده كان فيديو النهارده. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الكوبي رايتنج، كتابة الاعلانات، ودي الشغل فيها اسهل بكتير 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 من الكتابة الابداعية. ما فيهوش خيال، ما فيهوش حاجة، هو شوية خطوات بنتبعها وخلاص، ما فيهوش اي فزلكة، والشغل فيها اكتر واسهل. فلو حابين تشوفوا الفيديو ده باذن الله اعملوا لي اشتراك علشان لما الفيديو ينزل يوصلكوا اشعار وتتفرجوا عليه. يا رب تكونوا استفدتوا، وقولوا لي في الكومنتات اي حاجة انتوا عايزينها. شكرا، سلام.